شفت سانتوب منزله ايه جديد، نوعين جداد من العصير. لقيت اعلاناتهم موجوده في الشوارع وانا ماشيه، قلت هجيبهم نجربهم سوا. منزلين طعم بالدراجون فروت المثلج واليوسفي المشطشط، وده انا مستغرباه جدا، ربنا يستر. هنبدا الاول باللي انا متفائله بيه، بالدراجون فروت. بصوا شكل العلبه عامل ازاي، برسوم عليها ايه، كوكتيل، ومكتوب مشروب فاكهه مشكله ودراجون فروت مثلج. هنشوف. تعالوا ندوق. بسم الله. بصوا، هو طعمه كوكتيل، يعني مش حاسه فيه حاجه مختلفه الحقيقه، هو طعمه حلو، بس طعم عصاير الكوكتيلات اللي بنجيبها في الانواع العاديه عادي، يعني مش حاسه بفرق كبير، فده تمام، طعمه كويس حلو، بس مش جديد، مش مختلف. تعالوا نشوف بقى اللي انا قلقانه منه جدا ومش عارفه فكره مين دي يا جماعه. فكره مين ان انا نحط على الاستفندي نحط عليه شطه، ربنا يستر. تعالوا نشوف. هو طعم عصير استفندي، مش قوي قوي بس هو باين يعني برضو، وفي الشطه جاي وانت بتبلع، يعني بعد ما بلعت كده حسيت في زوري فيه سن سبايسي، يعني مش شطه يعني سن سبايسي، زي ما تكون حاطين فلفل اسود كده او حاجه زي كده. فهو طعمه مش وحش زي ما انا كنت فاكره الحقيقه، الطعمين حلوين. ده حلو طعم كوكتيل، وده طعم استفندي بسن سبايسي وحلوه مش وحشه، انا عن نفسي عجبتني، مش عارفه ازاي يعني، مع اني ما كنتش متفائله بيها. تعالوا